سلام الأحباب، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات حكايات ديفين. إذا كنتم تابعوني من زمان أكيد تعرفوا باللي كنا نغوصوا مع بعض في عالم الماورائيات، القصص الغامضة والأسرار اللي حيرت الناس. لكن ابتداء من اليوم رايحين نفتحوا باب جديد، باب الجرائم الحقيقية، لأن الحقيقة في بعض الأحيان تكون أخطر من أي قصة رعب، والإنسان يقدر يكون أكثر رعبا من كيان مجهول. في كل فيديو راح نرجع لقضايا حقيقية هزت الرأي العام، ورايحين نحكوها بالتفاصيل من البداية حتى النهاية، مع التركيز على الوقائع كما صارت. قضيتنا اليوم تعتبر من أبشع القضايا اللي عرفتها الجزائر، قضية رجل كان الجميع يشوف فيه مثالا للتقوى والخير، لكن خلف هذا القناع كان يخفي سر مرعب، سر خلى الحي كامل يعيش فوق مقبرة جماعية بدون ما يعرف. نولو شوية للوراء. في عام 2021 بلدية القطار بولاية غليزان عاشت واحدة من أبشع القضايا المتسلسلة في تاريخ الجزائر. بطل هذه القضية كان راجل اسمه مبارك، عنده 39 سنة، كان يخدم عطار قدام الناس، كان معروف بالخير، يعني يجمع الصداقات وكان يساعد المحتاجين، والناس كامل كانت تدير فيه الثقة. بصح مور هاد الصورة كامل كان يخبي وجه آخر، وجه قاتل بارد الدم. القصة بدأت نهار 6 ماي 2021. الحاجة مريم، مرة كبيرة في العمر، كانت عايشة مع بنتها بالتبني بسمة. بعد وفاة راجلها قبل ما يموت خلى لها واحد القطعة تاع الأرض باش يضمن المستقبل تاعها، ومع الوقت ولات قيمة هذيك الأرض كبيرة بزاف، وقررت باش تبيعها. وبما أنها كانت وحدها وما عندهاش اللي يوقف معها، طلبت من مبارك اللي كانت تدير فيه ثقة عمياء يعاونها يلقى شاري ويتمم عملية البيع. المهم في هذاك النهار الحاجة مريم باعت الأرض واستلمت المبلغ الكبير من الدراهم، وفي نفس الوقت كانت بسمة في الجامعة. حاولت تعيط للأم ديالها أكثر من مرة، بصح ما جاها حتى رد، قلبها ما كاش مرتاح، وخرجت تجري للدار. كي دخلت للدار لقات الدار هذيك مقلوبة، والآثار تاع الدم في كل بلاصة، والأم ديالها ما كاشها. خرجت تعيط وبلغت الشرطة. كي وصلوا أعوان الأمن قلبوا الدار كامل وما لقاو حتى أثر الحاجة مريم، بقى غير بئر قديم داخل الدار، عمقه حوالي 22 متر. أحد الضباط لاحظ شعر وقطع صوف طايحين فوق الماء، يعني فوق الماء في البئر هذاك. طلبوا الغطاسين وقالوا لهم لازم تحبطوا للبئر وتشوفوا شنو هاد الآثار هادوما تاع. الصدمة كانت كبيرة أكيد، لأنهم خرجوا جثة الحاجة مريم وكانت عليها آثار 12 طعنة في الصدر والظهر والبطن. الطب الشرعي أكد أنها ما ماتتش بالغرق أكيد، بل قتلت وقبل ما تترمى في البئر. الغريب أنه الشرطة لقات دراهم تاع بيع الأرض كامل داخل الدار، يعني ما ناقص منها والو. إذن الهدف كان سرقة. إذا كان الهدف السرقة، علاش القاتل خلى الدراهم؟ وهنا القضية رايحة تاخد منعطف آخر. شرطي كان خارج الخدمة قال باللي شاف مرأة خارجة بسرعة من الدم، كانت مغطية وجهها، ودخلت مباشرة للمحل تاع العطار مبارك، وبعدها غلق المحل. كان راحوا يستفسروا من مبارك وبان عليه هذاك التوتر أكيد، ورفض باش يدخلهم. بعد ما جابوا إذن بالتفتيش لقوا داخل المحل ملابس نسائية ملطخة بالدم. المهم التحاليل هذيك أثبتت باللي هاد الملابس هي تاع الحاجة مريم. هنا طاح القناع. مبارك اعترف بكل حاجة، قال باللي بعد ما قتلت الحاجة مريم نزع الملابس تاعها ولبسهم وهو باش يخرج من الدار وكأنه مرض ويروح المحل بلا ما يشك فيه حتى واحد. واعترف باللي استغل الثقة تاعها وطعنها من الخلف، وبعدها وصل لها طعنات حتى فرقت الحياة.
كان حاب يلقى دراهم، بصح رنين الهاتف خوفو، فقرر يرمي هذيك الجثة في البئر ويهرب. والأغرب قال للمحققين بكل برودة أنه بعد ما رجع للمحل بدل حوايجه وغلق المحل ورقدو كأنه ما صرالو والو. هاد البرودة خلات المحققين يشكوا باللي يشكوا باللي هادي ماشي أول جريمة يديرها. بداو يقلبوا في ملفات الاختفاء القديمة، وهنا اكتشفوا سر مرعب. مبارك ما كانش قاتل مرة واحدة، كان يقتل من 2007. أنعمه 2007. أول ضحية كانت شابة اسمها كريمة، عمرها 26 سنة، جات تحضر عرس عند قراربها، وكانت لابسة ذهب بزاف. دخلت للمحل تاع مبارك تشري بعض الأشياء، وهو استغل الفرصة وضربها على راسها وخنقها حتى ماتت وسرق الذهب ديالها. في هذاك الوقت كانت الأشغال دايرة يعني قدام الحانوت ديالو. استغل واحد الحفرة كانت مفتوحة يعني شوية كبيرة، وزاد حفر لها، دفن الجثة فيها. ومن بعد العمال ردموها بالإسمنت، أكيد ما على بالهمش باللي كاين جثة تما. يعني كريمة بقات مدفونة تحت الطريق لسنوات، والناس تمشي فوقها وما تعرف والو. أما الجريمة الثانية فوقعت عام 2011. ضحية كانت بوتينة، أم ل7 أولاد، وكانت من الجيران ديالو، وكانت تثق فيه بزاف. هاد المرة مبارك ما كانش وحده، شارك معاه خوه ومرته وحتى أفراد من العائلة ديالو باش يسرقوا الذهب تاعها. بعد ما قتلوها وما قدروش ينزعوا الحولي بسهولة، قاموا بتقطيع أجزاء من الجثة باش ياخدوا الذهب تاعها. ومن بعد قطعوا هذيك الجثة إلى أجزاء، نص دفنوه في دار العائلة، النص الثاني دفنوا مبارك في داره. وباش يبعدوا الشبهة بعثوا رسالة من هاتف بوتينة لولادها يقول لهم باللي سافرت. والمصيبة أنه بوتينة أصلا كانت أمية ما تعرفش تقرأ ولا تكتب، بصح ما انتبه حتى واحد لهذا التفصيل. بقت القضية مجهولة لسنوات. بعد اعترافات مبارك خرجت فرق الحفر وبداو يحفروا قدام المحل، وخرجوا بقايا هيكل كريمة، كما استخرجوا بقايا جثة بوتينة من دار مبارك ودار خوه. الحي كامل تصدم كيعرف باللي كان عايش فوق مقبرة جماعية، واللي دارها كان شخص الناس كامل كانت تعتبره مثال في التقوى والخير. وفي الأخير تم توقيف مبارك ومعه 9 أشخاص من الأفراد تاع العائلة ديالو اللي كانوا متورطين واللي أكيد تستروا عليه. وفي سنة 2022 صدر حكم بالإعدام في حق مبارك، رغم أنه تنفيذ هذه العقوبة موقف في البلد ديالنا. وهكذا تكون انتهت قصة من واحدة من قصص أخطر القتلة المتسلسلين في تاريخ الجزائر. راجل خدع الجميع بوجه المتدين والمحسن، بينما كان يخفي وراءه سلسلة من الجرائم البشعة. إذا عجبكم السرد وحابين المزيد من القضايا الحقيقية اللي هزت العالم، لا تنساوش تدعمونا بلايك، تشتركوا في القناة، وتفعلوا أكيد الجرس باش ما يفوتكم حتى فيديو جديد. وإذا عندكم قضية راكو حابين نحكي لكم